صباح الفل عليكم. اخباركم ايه؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن يوم الحد وازاي الناس في المانيا بتقضي يوم الحد، وانه يوم كله هدوء ويوم كله راحة، وطبعا بيختلف تقضيته من ناس للتانية على حسب الطقس وعلى حسب حاجات كتير قوي. صباح الخير. النهارده هاخدكم معايا الشغل نشوف اليوم في ألمانيا في الشغل عامل ازاي. لو انا هتكلم عن نفسي في يوم الشغل بتاعي، فهو بيبدأ من الساعة 7 صباحا وبينتهي الساعة 4 و4 ونص، وعلى حسب عدد الساعات اللي انا لازم اقضيها في الشغل. الناس هنا بتصحى بدري جدا، تبدأ يومها من الساعة 6، وفي ناس بتبدأ كمان قبل الساعة 6 لأن بيبقوا في الشغل الساعة 6. أهم حاجة عندهم طبعا القهوة أو الكافي. بعد كده بيحضروا البروتين اللي هو نوع من حوالي 200 نوع تقريبا أو 220 نوع من العيش أو من المخبوزات اللي بياكلوها الألمان. هو المفروض كان عامل كده، بس انا قسمته عشان اكل حاجه زي بيض وجبنه، وهنا زي حاجه زي حلاوه كده يعني. الشغل او الدوام في المانيا بيبدأ بدري برضه، زي كل حاجة بتبدأ بدري. فاللي عنده مدرسة، اللي عنده جامعة، اللي عنده شغل، كله بيبدأ الصبح بدري. طبعا انتوا عارفين الدنيا هنا في ألمانيا كلها ماشية بالساعة. الألمان ما بيهزروش في موضوع التوقيت أو الوقت أو التأخير. في ناس بتروح شغلها بالعجلة ودي أسهل وسيلة مواصلات، في اللي بيروح بالقطر، في اللي بيروح بعربيته، يعني كله على حسب الحاجة المتاحة بالنسبة له. بالنسبة لنا أنا بروح بالعجلة لأن الشغل بتاعي قريب من البيت عندي، عشان كده تقريبا بسوق 15 دقيقة. ساعتها ما بيكون الجو كويس، فبعمل رياضة على الصبح وانا رايح الشغل، وبعمل رياضة وانا راجع من الشغل. الغدا في يوم العمل او في اليوم الرسمي بيبدأ تقريبا من الساعة 12 للساعة 1 الظهر. في ناس اللي بتشتغل او اللي في المدارس وفي الجامعات، في اللي بيروح الكانتين، في اللي بيروح المخبز او البيكراي ويشتري برضو مخبوزات، ودي حاجة مشهورة جدا لأنها زي ما اتكلمنا قلنا إن في ألمانيا بتصنع حوالي 220 نوع من المخبوزات. فكل يوم لما تاكل حاجة جديدة تحس إن أنت فعلا كل يوم بتاكل حاجة جديدة، مع إن اللي جوه الحشو هو. يعني بالنسبة لنا أنا باكل الجبنة الشيدر مع البطل اللي هي الزبدة، ومعها طماطم، شريحة طماطم وشريحة سلطة وشريحة خيار. دي الحاجة اللي أنا باكلها، لكن العيش هو اللي بيختلف. ممكن كل يوم تاكل عيش مختلف من البيكراي مخبز، بتحس ان انت بتاكل حاجه جديده كل يوم. في ناس بتروح تاكل اكل تقيل اللي هو الاكل السخن، وتطلب مثلا الدونر اللي هو معروف الدونر التركي او الدونر الالماني ايا كان، وفي اللي بيبقى عامل اكل قبلها بيوم وبيجي ياكلوا في المطبخ بتاع الشغل او بتاع الجامعه او بتاع المدرسه، يعني كل واحد على حسب مزاجه. يمكن الساعه 12 دلوقتي وقت الظهر ووقت البريك،
وقت الغداء في المانيا بيسموه باوزا، فدي الباوزا بتاعتي. الباوزا بتبقى تقريبا نص ساعه، في بيبقى احيانا 45 دقيقه على حسب العقود او على حسب حاجات كتير جوه الشغل والكلام ده كله. فانا بقضي الباوزا بتاعتي هنا في المكان ده. احيانا باجي اقعد هنا لما بيكون الجو كده جميل والجو يساعد انك تقعد بره. بستمتع بالطبيعه وبستمتع بالنافوره هنا والميه، وفي نفس الوقت لما بيكون الجو شمس بروح مكان تاني بقعد فيه برضو بتشمس. فالباوزة بتاعتي عموما مش كلها بيبقى اكل او مش كلها بيبقى شرب. الباوزة بتاعتي بتبقى عبارة عن اني استمتع بالجو، لاني قاعد طول النهار جوه المكتب. طبيعة شغلي ان انا قاعد جوه المكتب والحركة بتاعتي قليلة، فيمكن لما بخرج بره اشم هوا كويس، اتعامل مع الطبيعة، اشوف الطبيعة. ده بالنسبة لي شيء مهم جدا. يمكن حاجة من الحاجات اللي فعلا إيجابية هنا في المجتمع إن تقريبا الطرق كلها ممهدة إنك تسوق العجل في أي وقت من الأوقات. مش محتاج إنك تصرف بنزين لو أنت معاك عربيتك، وفي نفس الوقت لو بتركب قطر ولا حاجة. معروف إن القطر في ألمانيا أو القطارات في ألمانيا هي الحاجة الوحيدة في المجتمع الألماني اللي معروفة بالتأخير. أي حاجة في ألمانيا ماشية بالمسطرة، ماشية بالتوقيت، ماشية بالساعة، مفيش هزار، إلا الدويتشه بان اللي هو هيئة القطارات أو سكك الحديد الألمانية. دي الحاجة الوحيدة اللي فيها تأخير. فلو أنت رايح مشوار أو رايح الشغل ومعتمد اعتماد كلي على التوقيت بتاع هيئة السكك الحديدية في ألمانيا، فأعتقد من وقت للتاني ممكن يحصل لك مشاكل. أتمنى يكون الفلوج عجبكم. لو في أي فكرة عايزيننا نتكلم فيها أو عايزين تناقشوها عن المجتمع الألماني ممكن تكتبوا لي في الكومنت، ويا ريت ما تنسوش الدعم بتاعكم ودعم القناة وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله.